ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل لكم الزبادي باسهل الطريقه، ان شاء الله هتعجبكم. معانا هنا نص كيلو لبن، معانا كوبايه زبادي هنشيل منها الوش، تمام. هناخد منها معلقتين، مش كتير او معلقه، يعني هو كل ما كترها بتطلع احلى. هنحط هنا معلقتين بقى في الخلاط كده على طول. نحط اللبن عليه، تمام. نخلطهم في الخلاط. دلوقتي هنخلطه كويس، بس نضربه كويس حبه كتير. هننسى عشان الصوت وبعد كده نرجع لكم. دلوقتي احنا بقى كده جايبين كوبايات، هنحطها في طبق زي كده او طبق ألمونيا او صينيه اي حاجه، ماشي. وهنصب الحاجات دي، الخليط ده هنا اهو في الكوبايات كده. هنحط كده، هنصب ونص كده، بيطلع كميه محترمه يعني. حاطين ميه في الغلايه بتغلي برضك عشان نوفر مجهود، وندفي الفرن تصفيه بسيطه. هنحط في الفرن كام ساعه؟ طبعا احنا في الشتاء هياخد يعني مثلا بتاع لغايه الصبح كده، مش هياخد كتير اوي، عشان بس الجو ساقع. وهنلف ونغطيه بصينيه. هحط الميه وهرجع عشان الوقت اهي يا جماعه. بعد ما حطيناه ديت الكوبايه ديت بقى ايه ميزتها؟ دوت اللي احنا بنعمل بيها كل مره، يعني مش كل مره هتشتري، فاهميني؟ يعني هي دي كده هتعملوا بيها كل مره. حطوها على نص كيلو لبن او كيلو الا ربع او كيلو، شغال، مش بقول لا، بس كل ما تبقى اكتر بيبقى احلى. دلوقتي هنحط الميه السخنه وهوريكم هنعمل ايه. اهو حطينا الميه السخنه اهي، في ميه بتغلي اهو لغايه بس ما يعني نص القعر بتاعه من تحت كده، مش كتير، تمام. هنغطيها بصينيه بقى نكتمها. يا جماعه غطينا الزبادي اهي بصينيه، غطيناها في فوطه كده اهوت، ونحطها في الفرن. اما ان شاء الله هوريها لكم بقى. الزبادي بعد ما استوت، بسم الله ما شاء الله، جميله، تستاهل بقكم. اهي بصوا تقيله ازاي. هتجربوها ان شاء الله وتدعونا ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله وعمايلها. تنسوا بقى تعملوا ان شاء الله لايك واشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.